بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اساطير؟ عاملين ايه؟ شو الاخبار اليوم؟ تعالوا بقى كده نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام سيدنا محمد. ويلا بينا بقى ايه، طبعا لكل السيدات والبنات والشباب والرجالة، يعني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل ما هو جديد ويضغطوا لايكات. ويلا بينا ايه نبدأ. طبعا هنبدأ كده من الفصل 604 من رواية الانتقام عدالة قاسية ولو بعد حين. يلا بينا يا مسهل بقى ايه، نخلص كده لغاية 615 عشان نجيب بقى الجديد. يلا بينا. الفصل 604. قوي متسلط. قام طاهر بإعادة ملء شاي خيري وبدأ الحديث عن سبب استدعائه لهم معنا الليلة. حسنا الآن لن أضيع المزيد من الوقت بما أن سيد شهبندر في عجلة من أمره، فسأختصر هذا. قرر أن يترك فارس أينما كان يقف، على الرغم من أن طاهر لم يفكر كثيرا في فارس، إلا أن فارس كان شخصا أوصت به لان بعد كل شيء. بغض النظر عن مدى احتقار طاهر لفارس في قلبه، إلا أنه لم يرغب في الخلاف مع عائلة سليمان، لذلك ترك فارس يستمع. يمكن لفارس إتباعهما الليلة إذا أراد ذلك، تماما مثل ما قال سابقا. حتى لو لم يكن فارس قادرا على القتال، على الأقل لا يزال من الممكن استخدامه لصد هجوم أو اثنين. ساد الصمت في الغرفة، ولم يتبقى سوى صوت طاهر. على ما يبدو عرفت عائلة ألفرا عن اليشم المختبئ في كهف منطقة الجبال منذ فترة طويلة. لهذا السبب اشتروا هذا القسم من منطقة الجبال وكانوا سيستخرجون اليشم بأنفسهم. لكن في الشهر الماضي فقط استولى رجل يدعى عباس الزاهد فجأة على هذا الكهف، وأصاب مرؤوسي عائلة ألفرا. هذا عباس ماهر جدا في فنون الدفاع عن النفس. لقد أرسلت بضع عشرات من الرجال مفتول العضلات منذ بضعة أيام مع الخفافيش لضربه، لكنه انتهى به الأمر بهزيمتهم جميعا. بدلا من ذلك لم يكن لدى أي خيار سوى أن أطلب من السيد شهبندر أن يتخلص من ذلك اللص من أجلي. إذا كنت قادرا على التخلص من عباس واستعادة كهف اليشم من أجلي، فإن هذه النقود البالغة 50 مليون دولار كلها ملكك. يمكنك اعتبارها أن عائلة ألفرا تدعم تطوير فنون الدفاع عن النفس. جعل طاهر مرؤوسي يفتح كيسا من الخيش ليكشفوا عن النقود بداخله. من الواضح أن من الواضح أن تنفس خيري تصارع عندما رأى كثير من النقود، لكنه تظاهر بالهدوء ولوح بيديه. يمكن التحدث عن المال لاحقا. ماذا تعرف عن عباس هذا؟ لم يكن خيري غبيا. المال مهم، لكن حياته كانت أكثر أهمية. إذا كان عباس قويا جدا، فحتى لو أعطى طاهر عشرات ملايين دولار فلن يفعل خيري ذلك. لذلك أراد خيري أن يفهم مدى قوة عباس أولا. كان سيقيم ما إذا كان بإمكانه هزيمة هذا الخصم أولا. لم يرد طاهر على سؤال خيري ولوح بذراعه. يحضر اثنين من رجاله صخرتين من اليشم تزن كل منهما ما يقرب من 50 كيلو جراما إلى الغرفة. قال طاهر بصوت منخفض: سيد شهبندر، من فضلك تعالى والك نظرة. عبس خيري: هل هذا؟ شوهد قطع أنيق ونزيف على صخرتي اليشم الأسود اللامع. بدأ بدوا وكأنهم مصنوعين من الحلوى، وتم تقطيعهم بدقة بسكين فولاذي. هذا صحيح سيد شهبندر. عندما أرسلت آخر مجموعة من الرجال، خاطر حارس بحياته ليحمل هذه الصخور من أجلي. وفقا له، كسر عباس هذه الصخور بيد واحدة فقط. تم تكسير هذه الصخور الضخمة والثقيلة إلى نصفين بضربة واحدة من يده. ساد الصمت لفترة طويلة. بعد أن قال طاهر هذه الأشياء، كانت الغرفة بأكملها هادئة للحظة. شهق كثير من الناس في الغرفة. بعد كل شيء اتصل طاهر أيضا بالعديد من الرجال الأقوياء مفتول العضلات للحضور والمساعدة في القتال أيضا. هذه هي المرة الأولى التي يتعرفون فيها على ما كان عباس قادرا عليه، وقد صدموا جميعا. هذا عباس يمكنه أن يكسر الذهب واليشم. هدف بعض الناس في الغرفة. لعجب أن السيد ألفرا ظل يخسر أمامه. من الصعب العثور على شخص مثل هذا حتى في كل مدينة نصر. لكن بينما كان الجميع لا يزالون يشعرون بالرعب من قدرات عباس، نادى الرجل العجوز الذي كان يجلس على الأريكة فجأة. سار نحو تلك الصخور الضخمة بخطوات واسعة. قام بنصف كرفساء وجمع طاقته معا. بعد ذلك أخذ خيري نفسا عميقا وشد قبضته. بدا جسده الآن وكأنه قوس مرسوم بالكامل للخلف، وجاهز لإطلاق سهمه.
ثم ألقى لقمة ثقيلة وعنيفة. تحطمت الصخرة إلى قطع مع هذا الانفجار. طارت قطع الصخرة في كل مكان وتناثرت في جميع أنحاء الأرض. حل الصمت لفترة طويلة. لم تكن القاعة مليئة سوى بأصوات القطع المتساقطة على الأرض. بعد مرور بعض الوقت بدأ التصفيق يتردد في القاعة. ممتاز، ببساطة ممتاز. كانت راحة يد عباس قادرة على قطع الصخرة إلى نصفين فقط، لكن لكمتك حطمت الصخرة إلى قطع صغيرة. السيد شهبندر، أسلوبك لا تشوبه شائبة. بمساعدتكم أنا متأكد من أنه يمكننا قتل ذلك اللص. بعد أن شاهد ما يمكنه أن يفعله خيري، كان طاهر متحمسا لدرجة أنه جن جنونه. استمر في التصفيق والهتاف. أعجب الجميع في الغرفة واقتنعوا أيضا، لذلك بدأوا أيضا في مدح خيري. المعلم شهبندر هو حقا كبير في فنون الدفاع عن النفس، وفنان قتالي عظيم. سيتعين علينا الاعتماد على السيد شهبندر للحفاظ على ساحة فنون الدفاع عن النفس المحلي. لقد حطم تلك الصخرة الضخمة التي إلى قطعة بلكمة واحدة. من المحتمل أن يضطر عباس إلى اعتراف بالهزيمة قبل أن يتمكن من تقديم 100 حركة. مبروك يا سيد ألفرا، لقد وجدت مقاتلا ماهرا حقا لمساعدتك. ضحك وصفق الجميع في القاعة. فقط فارس هز رأسه. هؤلاء الناس لم يعرفوا فنون الدفاع عن النفس، لذلك كان من الطبيعي لا يعرفوا تعقيدتها. كان اليشم صخرة هشة، لذلك كان من السهل تحطيمها إلى قطع، لكن تقطيعها إلى نصفين باليد بدلا من السكين كان صعبا للغاية. فقط شخص لديه سيطرة مطلقة على قوة جسده يمكنه فعل شيء كهذا. اعتقد فارس أنه حتى وسام الرياض في جبل طارق لم يكن قادرا على التحكم في قوته إلى هذا الحد، لكن خيري لم يكن يعرف كل هذا. أخذ كل مدح الناس وأعلن بفخر 100 حركة. يا لها من مزحة، أنه مجرد شخص يعتمد على القوة الغاشمة. يمكنني ذبحه مثل ذبح دجاجة في 10 حركات فقط. استدار خيري وجلس على أريكة ويصرخ بصوت آمر: اسكب لي الشاي. كم هو قوي، كم هو متسلط. لم تكن هناك طريقة أخرى لوصف خيري الآن. وقد عندما اقتنع الجميع بقدرات خيري، انطلق صوت منخفض وهادئ في الزاوية: في 3 حركات سيقتلك بسهولة مثل قتل كلب. هبت الرياح الباردة في الخارج والحفيف الأوراق المتساقطة. ساد الصمت في الغرفة بأكملها لمدة ثانية واحدة. استدار الجميع، كانت كل العيون تتجه الآن إلى المكان الذي أتى منه الصوت. كل ما رأوه كان شابا نحيفا جالسا في الزاوية. هز رأسه وابتسم وهو يلتقط فنجان الشاي ليرتشف رشفة. انفجر طاهر على الفور عندما رأى إنه فارس. ماذا تقول بحق الجحيم إنه أنت؟ من سمح لك بالجلوس؟ أنت حتى تشرب الشاي؟ اللعنة، هل سمحت لك بشرب الشاي؟ كان غاضبا، أوشك أن يموت من غضبه تقريبا. يطبع الفصل 605. أعين لا تستطيع الرؤية. أخذ طاهر انطباع عن فارس سيئا بالفعل. إذا لم يكن خائفا من الخلاف مع عائلة سليمان، لكان طاهر قد طرد فارس الآن. فمن الجيد أيضا أن يبقى فارس في زاويته ويظل هادئا. لكن طاهر فوجئ بأنه على الرغم من أنه لم يسمح لفارس بالجلوس، وقد وجد فارس مساحة لنفسه حتى سكب لنفسه كوبا من الشاي. الشخص الوحيد في الغرفة بأكملها يشرب الشاي هو السيد شهبندر، وحتى طاهر نفسه لم يكن يشرب أي شيء. هذا الفتى يعرف حقا كيف يستمتع بنفسه. لكن بالطبع بسبب لانا غض طاهر بصره عن هذا السلوك. ومع ذلك فإن ما جعل طاهر غاضبا حقا هو أن هذا الشقي تجرأ بالفعل على قول شيء سيء عن هذا السيد شهبندر. كما هو متوقع، وضع خيري فنجان الشاي بغضب. ارتفع غضب على وجهه وأصبحت عيناه باردة. أيها الشرير الصغير، ماذا قلت له؟ كيف تجرؤ على إهانتي؟ كان غضبه مثل خنجر جليدي على رقبة فارس. أوشك خيري أن يصاب بنوبة، ووجهه كله متجهما. قبل دقيقة واحدة فقط أعلن بفخر أنه سيذبح عباس مثل الدجاجة في غضون 10 حركات، ولكن بعد ذلك بوقت قصير قال فارس أن عباس سيقتله مثل كلب في 3 خطوات فقط. ما هذا؟ كان هذا أسوأ من صفع على وجهه. كان هذا بمثابة ركلة في الوجه. لقد تعرض للركل أمام الكثير من الناس. بالطبع كان خيري غاضبا، لكن فارس لم يتأثر بغضب خيري وطاهر. بقى تعبيره هادئا مثل المياه الينابيع في بئر قديم.
لم تؤثر عليه أي من هذه الكلمات الغاضبة على الإطلاق. بدلا من ذلك التقط فنجان الشاي على مهل ورشف رشفة وابتسم. سيد شهبندر، لا تسيء فهمي، أنت سيد عظيم في فنون الدفاع عن النفس، بينما أنا مجرد شاب. لن أجرؤ على إهانتك، أنا فقط أذكر الحقائق. هذه الكلمات من فارس جعلت خيري أكثر غضبا. هل سئمت العيش؟ صفع خيري راحت يده على الطاولة ونهض، مما تسبب في انهيار الطاولة. رفع قبضته اليمنى ليعلم فارس درسا، لكن طاهر امسكه من الخلف لإيقافه. السيد شهبندر، لا تكن متهورا، أنت رجل محترم للغاية، فلماذا تهتم بهذا الشاب؟ سيضحك عليك الآخرون إذا اكتشفوا أنك دخلت في شجار معه. سأتولى هذا. بعد كل شيء أوصت عائلة سليمان بفارس، ذلك إذا ضربه خيري حتى الموت فسيكون من الصعب على طاهر شرح الأمور، لذلك أوقف خيري بسرعة. بعد أن هدأ خيري التفت إلى فارس وقال بصوت منخفض: أيها الشاب، يمكنك أن تأكل الشيء الخطأ، لكن لا يمكنك قول الشيء الخطأ. أنت تدعي أن عباس يمكنه قتل السيد شهبندر مثل قتل كلب. هل لديك أي دليل لإثبات ذلك، أم إن هذا مجرد هراء؟ نظر الجميع إلى فارس. لم يكن فارس في عجلة من أمره للرد. أنهى الشاي في فنجان وأجاب بهدوء: ما قلته هو الحقيقة. بما إنها حقيقة فلا حاجة إلى أي دليل. كلمات فارس جعلت طاهر غاضبا. هراء، هذا مثير للسخرية. بما إنك لا يوجد لديك أي دليل على الإطلاق، كيف تجرؤ على إهانة سيد شهبندر من هذا القبيل؟ أنت حقا شائن. شحب وجه خيري وهو يقول ببرود: السيد ألفرا، يبدو أن هذا المقاتل الماهر المزعوم هو في الحقيقة أحمق. لا مانع من إحضار الكمامة، لكنني لن أصطحب أحمقنا الليلة. أما أن أحضر معك أو تحضره يمكنك أن تقرر. سخر خيري ببرود واستدار دون أن يقول المزيد. السيد ألفرا، لا فائدة من إبقاء هذا الأحمق معنا. من الأفضل أن نغادر، وإلا سينتهي بنا الأمر بالتأخير بسبب هذه القطعة من القمامة. بالضبط. السيد ألفرا، قل له أن يرحل. لا يمكننا طرد السيد شهبندر من أجل أحمق، أليس كذلك؟ بعد أن قال خيري هذه الكلمات انحاز الجميع بسرعة. وقف الجميع على الجانب إلى جانب خيري وأرادوا خروج فارس من الفندق. في النهاية نظر طاهر إلى فارس بعيون باردة وتحدث بغضب قليلا: أيها الشاب الشرير، بسبب عائلة سليمان حاولت أن أكون لطيفا معك، ولكن بما أنك لا تقدر ذلك فلا تلومني إذا أصبحت سيئا. صرخ طاهر: يا رجال ارموا هذا الرجل خارجا. بدأ بقية الناس بالصراخ بتهديد أيضا: لابد أنك سأمتع عيش، حتى إنك تجرأت على الإساءة إلى السيد شهبندر. ارحل الآن، هل يستحق ما حصل عليه؟ ارحل. كان الجميع يصرخون ويلعنون في فارس ببرود. تردد الصراخ في جميع أنحاء الغرفة. انقلب الجميع ضد فارس في تلك اللحظة. بعد ذلك تم فتح أبواب الغرفة من الخارج وركض العديد من حراس الأمن بالزي الرسمي. كانوا هنا بوضوح لطرد فارس. صاح قائد فريق حراس الأمن: أيها الشرير، كيف تجرؤ على الجلوس هنا على هذا النحو؟ طلب منك سيد ألفرا المغادرة، لذا من الأفضل أن تخرج الآن. ولكن عندما كان حراس الأمن على وشك سحب فارس بالقوة، قاموا بالهجوم فجأة. مع ضجة عالية ركل حارس الأمن أمامه جانبا، طار عبر النافذة وطرح في الفناء. ماذا تحاول أن تفعل؟ السيد شهبندر هنا، لا تقل لي إنك ستضربه. صدم الجميع من التحول المفاجئ للأحداث، لكن فارس كان قد نهض بالفعل. وقف يداه خلف ظهره تحت ضوء القمر. نظر حوله وابتسم ببرود: طاهر، إذا أظهرت لي الاحترام اليوم فلن أمانع من منحك 30% من منجم اليشم هذا، لكن لديك عيون لا تستطيع الرؤية ولا يمكنك معرفة من هو الخبير الحقيقي. في هذه الحالة لماذا يجب أن أتراجع بعد الآن؟ أريد منجم اليشم هذا وسأحصل عليه بنفسي. لن تحصل على سنت واحد منه. كانت كلماته حازمة لأنها سقطت على الأرض مثل قضبان الذهب والمعادن مما هز المكان. بحلول الوقت الذي استعاد فيه طاهر والباقون وعيهم، كان فارس قد غادر بالفعل. هبت رياح الليل الباردة عبر الباب المفتوح أمامهم. في تلك اللحظة لم يستطع طاهر إلا أن يرتجف، لسبب ما لقد شعر بالخوف في قلبه الآن. بدأ طاهر يتساءل عن هذا في قلبه: هل يمكن أن يكون هذا الشاب مقاتلا ماهرا بجدية؟ يستغرق الأمر سنوات عديدة من التدريب والممارسة لإتقان فنون الدفاع عن النفس. كيف يمكن لشاب مثله أن يفعل هذا؟ السيد ألفرا، لا تهتم بالتفكير في الأمر كثيرا. يجب أن نصعد الجبل بسرعة. ليس لدي الكثير من الوقت وما زلت بحاجة للعودة وتعليم تلاميذ البالغ عددهم 3000.
أيقظت كلمات خيري طاهر على الفور. لم يتأخر أكثر من ذلك، وسرعان ما شقوا طريقهم إلى منطقة الجبال الغربية. يطبع الفصل 606. ينتهي هنا. في الضواحي الغربية لمدينة نصر كان الجو هادئا ليلا. أخذ طاهر فريقه إلى الأمام. كان هناك الكثير من السهولة الفارغة ووهج خافت يأتي من المقابر القريبة. كان هناك أيضا علامات على مشاريع البناء الجارية. أخيرا وصل طاهر وفريقه إلى منتصف الطريق أعلى الجبل وتوقفوا. أمر طاهر بعد الخروج من السيارة: لم يعد هناك طريق أمامنا، لذلك سيتعين علينا أن نسير على الأقدام في آخر بضعة مئات من الأمتار بأنفسنا. يرجى البقاء على مقربة من بعضكم البعض وعدم التأخر. إذا تعرضنا لهجوم مفاجئ من قبل عباس فيمكننا أن نبحث عن بعضنا البعض إذا بقينا معا. السيد الفرال التقلق مع وجود السيد شهبندر لقيادة الطريق. نحن أكثر من سعداء لأن يأتي هذا الدخيل يبحث عنا. هذا سيوفر لنا الوقت في البحث عنه. مشوا وتحدثوا في نفس الوقت. منطقة الجبال كانت فيها الأصل منطقة جبلية ليس فيها شيء. فكرت الحكومة في البداية في التطوير هذه المنطقة، ولكن بسبب نقص الأموال بدأت العديد من المشاريع ولم تكتمل. لهذا السبب يمكنك أن ترى العديد من مشاريع البناء المهجورة في طريقنا إلى هنا. هذا العام استلمت هذه الأرض القاحلة من الحكومة واشتريت الجبل بأكمله. بمجرد أن أتخلص من عباس سأطور هذا المكان إلى منتجع. عندما يحدث ذلك لن تكون هذه المنطقة أقل من الفيلات الموجودة على جبل هيمالايا. كان كل شيء صامتا في الجبال، ربما لأنه كان هادئا جدا. لم يستطع طاهر التوقف عن الحديث عن تاريخ هذا الجبل. عندما كانوا على وشك الوصول إلى القمة توقف طاهر في خطواته وكان صوته أكثر ليونة. ذكر طاهر بنظرة كئيبة على وجهه الكهف في المقدمة: كونوا حذرين جميعا، قد يظهر عباس في أي وقت. لقد أحضر عدة فرق إلى هنا لمهاجمة عباس لكنهم فشلوا جميعا، حتى أنه خسر العديد من الرجال في هجمات عباس. هذه المرة استأجر خيري مقابل 1,000,000 وكان هذا الرجل هو أمله الأخير. إذا فشلت هذه المحاولة أيضا فسيتعين عليها أن على الأرجح التخلي عن هذا الكهف العباس. بينما كان طاهر يذكر الجميع نظر رجل يرتدي سترة سوداء إلى إحدى الجوانب واتسعت عيناه. ارتجف وأشار إلى المسافة: السيد الفرا. هل هذا عباس؟ ماذا؟ في تلك اللحظة ارتجف طاهر واستدار. رأى شخصية عضلية تقف مباشرة على قمة الجبل. كانت الليلة مظلمة وجعلت الرياح العاصفة رداءه يطير ويرفرف بشكل جميل. بدت تلك الشخصية وكأنها شبح تحت ضوء القمر. جعلت طاهر وفريقه يشعرون بالخوف على الفور، حتى أنهم شعروا بالهواء البارد يرتفع من تحت أقدامهم. بدا الكثير منهم في الانكماش. السيد الفرا، لقد أصبت قدمي، لذلك أخشى. كان طاهر غاضبا لدرجة أنه ركع لذلك الرجل أسفل المنحدر: اغرب عن وجهي. عندما يتعلق الأمر بالقتال كانت معنويات الجنود مهمة للغاية. كان أحدهم يثير الخوف بالفعل بين الفريق عندما رأوا عباس لأول مرة، لذلك بالطبع كان طاهر غاضبا. عند هذه النقطة كانت الشخصية التي تقف على قمة الجبل تنظر أيضا. بدا صوته الرجولي والجليد وكأنه قعقعة الرعد في السماء: طاهر، لقد جئت لتعكير سلامي مرارا وتكرارا. هل تعتقد أنني لن أجرؤ على قتلك؟ كانت هذه الكلمات جليدية وأمطتت رياح الليل. كان طاهر رجل ذا ماضي عاصف. وقف هناك ليرد بغضب: أيها المعتدي، استوليت على أرضي بالقوة وتتجرأ على التحدث وكأنك على حق. استمر طاهر في ردها البارد دون خوف: لقد اشتريت هذا الجبل بأكمله، كل نسل عشب، كل شجرة، كل صخرة، كل ذرة رمل تخصني. استوليت على هذه المنطقة بالقوة وزيت الكثير من رجالي. لا تشعر بأي ذنب، بل وتتجرأ على قول مثل هذه الأشياء الفظيعة. هل تعتقد أنني حقا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك؟ سمع ضحكة من قمة الجبل: يبدو أنك تحظى ببعض الدعم بما أنك تبدو واثقا جدا، لكني أنصحك بعدم إضاعة المزيد من الطاقة. لا يوجد أحد في مدينة نصر يمكنه هزيمتي. بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين تحضرهم فأنت سترسلهم إلى حتفهم.
كسر خيري صمته ثم خطا خطوات إلى الأمام ليتحدث. أنت حقا شخص فظيع، حتى مؤسس مدرسة الشرق لم يتكلم بهذا الشكل. لكنني لست متأكد مما إذا كانت قدراتك الفعلية تتطابق مع فظاعتك. بعد ذلك بدأ في شق طريقه إلى قمة الجبل. على خيري بثقة سيد الفرا، ابقى هنا وشاهد. عندما أعود سيكون هذا الرجل ميتا. سأل طاهر بقالك سيد شهبندر هل تريد بعض المساعدة؟ يمكن الحصول على. لكن خيري رفع يده فجأة وقاطع كلمات طاهر. أجاب خيري بغطرسة: لا حاجة، أنا كافي لهزيمته. يا له من أمر، هكذا يجب أن يكون المقاتل القوي. إنه حقا سيد مدرسة الشرق. بدأ الجميع يشعرون بالإثارة فور سماعهم كلمات خيري. صفق طاهر بيديه بأدب: سيد شهبندر، أنا أعتمد عليك. أثارت الرياح الباردة التراب على الأرض. راقب الجميع خيري وهو يصعد. صرخ خيري ببرود وهو يقفز من الأرض ويقترب من عباس: أيها الشاب الوقح، استعد للموت. هز عباس رأسه وضحك: تريدني أن أموت؟ أنت متبجح حقا. لو كان الرجل الحديدي من مدرسة الشرق الشهيرة الفنون القتالية هنا وقال هذه الكلمات لربما صدقته. لكن من المؤسف لا يوجد مقاتلون أقوياء جاءوا بعد الرجل الحديدي. بضحكة باردة خطا عباس خطوة وقفز من قمة الجبل. كان يتجه مباشرة نحو خيري الصاعد. وهكذا بدأت معركة عظيمة تحت ضوء القمر. تحرك خيري أولا، استمر في توجيهات اللكمات والركلات بلا توقف، متقدما نحو عباس مثل عاصفة رعدية. استمر عباس في الابتسامة وهز رأسه على الرغم من استمرار خيري في مهاجمته. إنه عديم الفائدة. أخبرتك، لا يوجد المزيد من المقاتلين الحقيقيين بعد الرجل الحديدي. تقنيات الملاكمة هذه مجرد استعراض. أثارت تلك الكلمات الساخرة غضب خيري. صرخ خيري وهو يطلق العنان لكل ما لديه: اخرس أيها الوقح، سأقتلك. سيف اليد، المطرقة الثقيلة، قفزة النمر. كانت لكمات خيري كلها متقنة وجميلة للمشاهدة. لو قام بهذه الحركات على المسرح لمنحه الحكام العلامات الكاملة. ولكن هذا لم يكن أداء. كانت هذه معركة حياة أو موت. انتهى الأمر هنا. يتبع الفصل 607. فارس يضرب. انتهى الأمر هنا. بدا الصوت البارد كأنه نداء الشبح الموت، وطراطيل شيطان يتردد بهدوء في الليل. عندما قال عباس هذه الكلمات اصطدمت قبضة خيري بالهواء مرة أخرى. كان خيري غاضبا وقلقا، لذا كان وجهه أحمر بالفعل. اخرس، اذهب إلى الجحيم. عندما قال عباس تلك الكلمات الشريرة صرخ خيري بغضب ثم استدار وهرب. لماذا هرب؟ بالطبع كان سيهرب. لم يكن يريد أن يموت. بعد المباراة القصيرة في وقت سابق نفذت حيل خيري بالفعل. والأهم من ذلك أدرك خيري أنه لم يتمكن حتى من لمس ملابس خصمه، حتى بعد أن استخدم كل ما يعرفه. حتى لو كان غبيا لكان قد أدرك الآن أنه بالتأكيد لم يكن ندا لعباس. إذا استمر هكذا فسوف ينتهي به الأمر ميتا مثل كل هؤلاء الرجال الذين أرسلهم طاهر قبله. جاء هنا من أجل المال، لم يكن ليقبل وظيفة قد تكلفه حياته. ولكن عندما رآه طاهر والبقية يهرب اتسعت أعينهم وبدأوا يصرخون: سيد شهبندر، ماذا تفعل؟ صرخ طاهر بصوت عالي: عباس خلفك، لماذا تركض في الاتجاه الآخر؟ اسرع وقاتل، ونحن في انتظارك لإطلاق العنان لبراعتك المذهلة. لم يكن لدى خيري أي رغبة في مواصلة القتال وأراد فقط الركض الآن. مستحيل. تنحى جانبا. صفع طاهر وأرسله طائرا. اصطدم وجه طاهر بشجرة وعوى من الألم. لكن خيري لم يكترث واستمر في الجري وكان زيتا ساخنا تحت قدميه. لكن هل يمكنه حقا الهروب؟ شعر فجأة برياح خلفه. لحق عباس بخيري دون أن يدرك ذلك. بعد ذلك شاهد خيري في رعب ويأس عباس وهو يحرك قبضته القوية واصطدم به. زار خيري بينما لكمه عباس من الأسفل وأرسله طائرا. لم يتوقف عباس عند هذا الحد. داس على الأرض وقفز في الهواء. رفع ساقا واحدة وداس بقوة على صدر خيري. لكمة واحدة وركلة واحدة. رسم عباس قوسا جميلا في الهواء بينما ضرب تأثير هجومه خيري بغضب مثل البرق والرعد.
تصدعت عظام صدر خيري، وشاهد الجميع صدره كله يغرق حرفيا. أخيرا تحطم خيري على الأرض، ارتجف جسده الكبير وتقيأت الدماء من فمه، وقطعا من أعضائها الداخلية. لم يتمكن السيد العظيم للفنون القتالية الفخور والواثق من الصمود أمام حركة واحدة من حركات عباس. لقد خسر بشكل فظيع. نظر عباس إلى خيري المتمدد على الأرض، ووقف عاقدا ذراعيه وهو يهز رأسه ويبتسم. طاهر، هل هذا هو المقاتل الذي وجدته؟ يمكنني قتل هذا النوع من القمامة في غضون 3 حركات، وسأقتله بسهولة مثل قتل الكلب. هبطت هذه الكلمات مثل القشة الأخيرة التي قسمت ظهر البعير. أصبح جسد خيري ملطخا بالدماء على الأرض، وكان يتشنج بعنف. خرجت جرعة أخرى من الدم من فمه، وكانت عيناه مفتوحتان على مصراعيها. بعد ذلك سقطت قدماه إلى الجانب وتوقف عن التنفس. هذا بعد ركلة واحدة ولقمة واحدة مات. هل أنت جاد؟ ذهل كل من جاء مع خيري. حدقوا جميعا في هذا المشهد بأعينهم مفتوحة على مصراعيها. لم يتمكنوا من تصديق ذلك على الإطلاق. كان خيري سيدا ويتباهى، ويعلن أنه يستطيع قتل عباس بسهولة مثل قتل دجاجة. كيف انتهى به الأمر بالضرب حتى الموت؟ نهض طاهر من الأرض ورأى كيف كان خيري يركض في دمائه، ولم يعد قادرا على الوقوف. كان وجهه كله ينتفض، بينما كان قلبه يلعن بعيدا. ألم يقل خيري إنه يستطيع ذبح عباس في غضون 10 حركات، وأن الأمر سهل مثل ذبح زجاجة؟ هل بالكاد فعل عباس أي شيء ولم يعد خيري قادرا على الصمود؟ بدأ طاهر يرغب في أن يقف خيري ويقاتل، ولكن بغض النظر عن مدى محاولة طاهر لم يتحرك جسد خيري شبرا واحدا. بكى طاهر حتى أنه شعر برغبة في حفر جميع قبور أسلاف خيري الآن. لو كان يعلم أن خيري قطعة كمامة لما كان سيأتي إلى هذا المكان الخطير. مات خيري، لكن المشكلة الأكبر كانت ماذا سيفعل؟ بدأ طاهر يرتجف من الخوف عندما رأى عباس قادما نحوه. لم يستطع حتى التمسك بالخنجر في يده. طاهر، حان الوقت لوضع حد العدائنا. بمجرد أن تموت لن يأتي أحد ويخول بسلامي. عندما سمع هذا الصوت الجليدي كان طاهر خائفا لدرجة أنه جثى على الأرض على الفور، بينما تدفقت دموعه ومخاطه وهو ينحني لعباس لطلب الرحمة. جثى طاهر على الأرض لا يتوسل بشكل مثير للشفقة، بينما تدفقت الدموع على وجهه. سيد الزاهد، لقد كنت مخطئا، لم أفعل ذلك مرة أخرى. أنا الأعمى الذي أساء إليك، من فضلك اتركني. أعدك أنني لن أدخل هذا الجبل مرة أخرى. إذا خلفت وعدي فلن يكون لدي أي نسل بعد الآن. لم يكن طاهر يشبه الرجل صاحب السلطة الذي طرد فارس في وقت سابق، لكن عباس لم يهتم بما كان يقوله. كان وجهه بلا تعبير وهو يمشي ببطء إلى الأمام. بدت خطواته مثل خطوات شبح الموت تقترب ببطء من طاهر، ولكن عندما امتلأ طاهر باليأس وهو ينتظر الموت رنت ضحكة باردة فجأة من مسافة بعيدة. سيد ألفرا، قلت في وقت سابق إن عباس سيقتله مثل قتل كلب، وسيقوم بذلك في غضون 3 حركات. لم تصدقني. هل صدقتني الآن؟ استمرت الرياح الباردة في الهبوب بقوة. أضاء القمر شخصية نحيفة وهي تخرج ببطء من بين العشب الطويل. صدم طاهر والبقية جميعا عندما رأوا من هو. صاح طاهر وهو يضيق عينيه: إنه أنت. سأل طاهر في حيرة: لماذا أنت هنا؟ ألم أطردك؟ هز فارس رأسه وضحك: لقد أخبرتك سابقا إنني أريد كهف اليشم هذا، لذلك سأحصل عليه بنفسي، لكن لا بد لي من أن أشكرك على قيادة الطريق. استمر فارس في الضحك بهدوء. صرخ طاهر عندما رأى أن فارس كان يضحك بالفعل: أيها الأحمق الغبي، كيف يمكنك أن تضحك في مثل هذا الوقت؟ ظننتك إنك ذكي، لكنك ستفقد حياتك قريبا. صاح طاهر بشراسة: ماذا لو كنت على حق؟ أنا محرج، لكنك الآن ستموت. قتل عباس خيري ب3 حركات حتى يتمكن من قتلك بنفس الطريقة أيها الأحمق الغبي. من خلال القدوم معنا انتهى بك الأمر بإرسال نفسك للموت. يمكنك أن ترافق خيري في الموت قريبا.
يطبع الفصل 608. سيف واحد يفتح أبواب الجنة. لم يعتقد طاهر إن فارس سيتبعهم طوال الطريق إلى هنا لمجرد صفع وجهه. يا له من أحمق. كان الأمر على ما يرام. يمكن لهذا الفتى أن يرافقه في الموت. حينها لن يكون الطريق إلى العالم السفلي وحيدا جدا. ظل عباس صامتا طوال هذا التبادل، والسرعان ما سقطت نظراته الجليدية على فارس. قال عباس ببرود وينظر إلى فارس: من أنت؟ إذا كنت لا تريد أن تموت فأنصحك بالمغادرة الآن، وإلا ستواجه نفس النهاية التي واجهها خيري. لكن فارس ظل هادئا وابتسم بشكل خافت حتى عندما تحدث عباس معه بقسوة. تدفقت كلمات فارس باستمرار، وبدت كلماته المنخفضة والهادئة شريرة إلى حد ما. أوه، يا لها من مصادفة. تلك كانت نفس الأشياء التي كنت أنوي أن أقولها لك. أنا سأخذ كهف اليشم هذا في منطقة الجبال. إذا كنت لا تريد أن تموت فغادر الآن، وإلا ستواجه نفس النهاية التي واجهها ذلك الرجل العجوز. يا إلهي، هذا الأحمق ما زال يجرؤ على الرد عليه. لابد أنه سأمل حقا من العيش. شعر طاهر وبقي على الفور باهتزاز أعينهم عندما بدأوا يطلقون على فارس أحمق في قلوبهم. لم ينجو خيري حتى من حركة واحدة من هذا الرجل، لكن فارس كان لا يزال يستفزه بكلماته. ألم يكن هذا جيدا مثل مغازلة الموت؟ كان طاهر سعيدا لأنه طرد فارس في وقت سابق، وإلا لكانوا جميعا قد قتلوا في وقت مبكر جدا بسبب غبائه. يا فتى، هل تعرف ما تقوله؟ هذه الكلمات وحدها كافية لتصبح حكما بالإعدام. سوف أتأكد من موتك هنا. امتلأ المكان بجو قاتل على الفور. كانت عيون عباس الجليدية قد تجمدت تماما. هبت رياح قوية من أمامهم. من الواضح أن عباس كان مستعدا لقتل شخص ما الآن. عندما كان طاهر والبقية متأكدين من أن فارس سيموت، ضحك فارس وقال: أوه، هل هذا صحيح؟ عوت الريح بصوت أعلى وأثارت كل الأوراق المتساقطة. بعد أن قال فارس هذه الكلمات، شعر الجميع أن درجات الحرارة قد انخفضت بمقدار 3 درجات. بقى فارس واقفا بفخر. تبعثر شعره بشدة في الرياح القوية. عكست عيناها العميقة النجوم في السماء. كانت هالة فارس الآن مثل القوس المسحوب بالكامل، واستمرت في التكثيف. هذا تغير تعبير عباس بشكل كبير عندما شعر بالهالة العدوانية المنبثقة من جسد فارس. كانت عيناه ضخمتين، وكان الخوف والصدمة ينعكسان فيهما الآن. بينما استمر عباس والبقية في النظر في حالة صدمة، رفع فارس ذراعه وأمسك بالهواء فوقه. بدا الأمر كما لو أنه أمسك بالرياح والبرق. أصبحت عيون فارس فجأة باردة جليدية، بينما قطعت أصابعه الهواء مثل السكين. وميض أبيض أضاء في سماء الليل. كانت طاقاته مثل السكين وهي تنطلق نحو الرجل الذي أمامه. كان سريعا مثل البرق. لديه سيف يمكنه فتح أبواب السماء. وميض الضوء الأبيض عبر كل شيء أمام فارس. أي شيء في الطريق مثل الأعشاب والأشجار والصخور، أما مكسور أو أرسل طائرا. وصلت قوتها التي لا يمكن إيقافها أخيرا إلى عباس. شحب عباس بشكل رهيب ويصرخ في حالة صدمة. طاقاته مثل السكين، وأصابعه يمكن أن تقتل. أنت سيد كبير في قلب ظلمه، في قلب ظلمة الليل. تجمد قلب عباس من هول المشهد الذي يراه أمامه، وشعر وكأن روحه تهرب من جسده المرتجف. دون تردد استدار وهرب بكل قوته. لكن هل سيستطيع الهرب من سيف الطاقة الخارق الذي أطلقه فارس؟ لم يستطع مهما كانت مدى سرعته. فذلك السيف المضيء قد لحق به وأصدر صوتا حادا وهو يمر من خلاله، طارقا وراءه أثرا من الدم المتوهج. صرخة عباس المكتومة توقفت فجأة، وتوقف جسدها الذي كان يجري قبل لحظات وكأنه آلة نفست بطاريتها. بعد لحظات ظهر جرح عميق في عنق عباس، وتساقطت منه قطرات الدم القانية ببطء، ثم سقط جسده بلا حراك على الأرض، وقد فارق الحياة تماما. ساد الصمت في أرجاء منطقة الجبال،
ولم يتبقى سوى صوت الرياح الباردة التي تعوي في الأجواء المشحونة بالشر والبرودة. سقط عباس أرضا، بينما بقى الرجل النحيل يقف شامخا وكأنه شبح من عالم آخر. طاهر والآخرون كانوا مذهولين من قوة فارس الخارقة، واتسعت أعينهم في ذهول وهم يلهثون في رعب. هذا ماذا؟ كيف يمكن للطاقة أن تتحول إلى سيف؟ وكيف لأصبع أن يقتل رجلا؟ ما هذا بحق السماء؟ هل هذا الرجل لا يزال إنسانا؟ كان عليهم أن يعترفوا بأن هذه قوة خارقة بكل تأكيد. حدقوا في فارس تحت ضوء القمر كأنه شبح يثير الرعب في قلوبهم، ولفترة طويلة لم يستطيعوا النطق بكلمة واحدة. بعد أن استفاق طاهر من صدمته، ركض نحو فارس وسقط على ركبتيه أمامه، وراح يتوسل إليه برأفة. يا سيدي، كنت مخطئا، لقد كنت أعمى ووثقت بالشخص الخطأ. من أجل عائلة سليمان أرجوك ارحمني. أوشك على البكاء بقلب مليء بالحزن والندم. ندم على سقطه بخيري وطرد فارس، وكره هذا الرجل المتبجح الذي تسبب في خسارته لشخص موهوب حقا. بكى وهو يتوسل لفارس. يا سيدي، لا يمكنك لومي على هذا، كان هذا خطأ خيري. لقد كان مقنعا جدا وصدقته. لو لم أصدقه لما تجرأت على طردك حتى لو منحتني الشجاعة 100 مرة. هز فارس رأسه وضحك ببرود. أحقا خيري؟ ما رأيك بما قاله السيد الفرا؟ التفت لينظر إلى خير الممدد في بركة من دمائه. تجمد الجميع. أليس خيري ميتا؟ لم يجب أحد، واستمر خيري في الاستلقاء دون حراك. أصبح صوت فارس أبرد. خيري، هل ما زلت تريد التظاهر؟ إذا وصلت هكذا فسأرسلك حقا إلى قبرك. لا لا لا، لا تفعل ذلك. يا سيدي، كنت مخطئا، ما كان يجب أن أسيء إليك. سأفعل أي شيء من أجلك، من فضلك أرجوك ارحمني. تفاجأ الجميع برؤية خيري وهو ينهض فجأة من بركة الدم ويركع أمام فارس ويتوسل إليه أن يرحمه. صرخ طاهر بغضب، وشعر برغبة في ركل هذا الرجل العجوز حتى الموت في هذه اللحظة. ما هذا بحق الجحيم؟ هذا الوغد العجوز كان يتظاهر بالموت طوال الوقت. يتبع الفصل 609. كهف اليشم في الجبال. قال خيري بجدية وهو يرفع يده ليقسمها على هذه الكلمات. يا سيدي، كنت مخطئا حقا. أعدك بأنني سأبقى بعيدا عن طريقك، ولن يحدث هذا مرة أخرى. ضحك فارس ببرود. لقد أهنتني وأغضبتني، وتعتقد أنه يمكنك الإفلات بهذه الكلمات فقط. هل تعتقد أن هذا ممكن؟ سأل خيري. ماذا تريد إذن؟ مال؟ هز فارس رأسه. أريد ساقك. ماذا؟ ارتعد خيري من الخوف. أيها الشاب، كيف تجرؤ؟ لكن بعد فوات الأوان كانت قدم فارس قد هبطت بالفعل على ركبة خيري. مع صوت تكسير رهيب انكسرت عظامه، وعوى خيري وتأوى من الألم وهو يمسك بساقه ويتدحرج على الأرض. جعل الألم دموعه ومخاطه يتدفقان على وجهه. يعني هو لازم مخاط؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ استغفر الله، والله قرب تتقيأ. لم يكن لدى خيري أي من الغطرسة والسلطة التي كان يتمتع بها سابقا. كل ما تبقى له هو الإحراج والعار. راقب طاهر هذا يحدث وشحب وجهه على الفور. دون أن يقول أي شيء آخر انحنى 10 مرات أخرى إلى فارس. قال طاهر بسرعة. سيدي، طالما يمكنك أن تنقذني سأعطيك كهف اليشم هذا. اليشم بداخله يساوي أكثر من 100 مليون دولار، لذا يجب أن يكون ذلك كافيا لتبادل حياتي، أليس كذلك؟ لكن فارس غضب بدلا من ذلك. سخر فارس ببرود. بالتأكيد، هل تعتقد أنني غبي؟ أنا الذي انتزع كهف اليشم من عباس، لذا فهو ملكي بالطبع. أنت تريد استخدام شيء يخصني لتبادله مقابل حياتك الرخيصة. يا لها من خطة ممتازة.
فصار هذا الخوف طاهر لدرجة أنه اعتقد أن روحه ستغادر جسده قريبا. إذا سأعطيك 5 ملايين دولار، واعتبرها كاعتذار عن سوء الفهم السابق. يا معلمي، أنت لا يمكنك حقا أن تلومني على هذا. ذلك خيري كان هو الذي أقنعني بخلاف ذلك. كان هذا الرجل رب أسرة قوية، لكنه كان خائفا جدا من فارس لدرجة أنه بدأ في البكاء. لقد رأى طاهر الكثير في الحياة، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يواجه فيها شيئا يتعلق بحياته وموته. امتلأ بالخوف الشديد وتمنى فقط أن يبكي فارس على حياته، أن يبكي فارس على حياته. والله في شوية غلطات برضو في الكتابة بتاعت الزفتة بتاعت الرواية. ماشي، يلا مش مشكلة. نظر إليه فارس وقال: 5 ملايين دولار؟ سأل فارس ببرود: رسوم ظهوري ليست رخيصة الثمن. أضف 0 خلفها. 50 مليون دولار لحياتك، ما رأيك؟ هل يجرؤ طاهر على الرفض؟ بالتأكيد لا. كانت القوة في يد فارس وكذلك حياة طاهر، لذا كان بإمكان طاهر فقط الاستماع إلى كل ما قاله فارس، ولم يجرؤ على الرفض على الإطلاق. حسنا، الآن انصرف. من اليوم فصاعدا لا يسمح لأي منكم بدخول منطقة الجبال، وإلا سينتهي بكم الأمر مثل عباس. كانت سلطة هذه الكلمات مثل الذهب والصخور التي تسقط على الأرض وهي تصطدم بصوت عالي في آذانهم. ومع الجميع الحاضرون ووافقوا، ثم ركضوا بسرعة إلى سفح الجبل. جعل هروبهم المحموم يبدون كجنود خسروا المعركة. يعني هو دلوقتي مكتوب جعلهم هروبهم المحموم يبدون كجنود خسروا معركة. هو المفروض جعل المفروض جعل هروبهم، يعني جعل هروبهم المحموم يبدون كجنود خسروا المعركة. دي كده أفضل. يعني مش فاهم أنا في غلطات زي ما أنا قلت، في شوية غلطات برضو إملائية في البتاع دوت، أو غلطات، يعني غلطات نحوية بمعنى أصح. ماشي، ما علينا، نكمل. بعد أن غادروا ساد الصمت مرة أخرى. تبع فارس الطريق الجبلي واستمر في المشي. وصل فارس أخيرا إلى الكهف. بمساعدة ضوء القمر استطاع رؤية الوهج المغدر الخافت داخل الكهف. كان هذا هو اليشم الذي يعكس ضوء القمر. يمكن بالفعل أن أشعر بطاقة مكثفة بمجرد الوقوف عند مدخل الكهف. مصدر يشم يجب أن يكون هنا. دخل فارس بتوقع كبير. قام بتشغيل الإضاءة في هاتفه وأدرك أن الكهف كان نظيفا جدا، ويبدو أن شخصا ما قام بترتيب هذا المكان. قال فارس بهدوء ويهز رأسه: يبدو أن عباس قد اكتشف أيضا أن اليشم من هذا الكهف يختلف عن اليشم العادي، لذلك أراد أيضا استخدام اليشم هنا لمساعدته في عملية زراعته، لكن للأسف اصطدم به. يبدو أن عباس يحمل طاقة داخلية في حركاته. كان بالتأكيد فنانا قتاليا. زرع الطاقة داخل الجسم يخلق طاقة داخلية، وكان خلق الطاقة الداخلية علامة على أن يصبح فنانا قتاليا حقيقيا. فمن الطبيعي أن يجد الناس العاديون صعوبة في محاربة فنان قتالي حقيقي في هذا المستوى. وجود الكثير من الناس لن يساعد أيضا. لهذا السبب لم يستطع طاهر فعل أي شيء حيال عباس لفترة طويلة، وظل يتكبد خسائر. ادعى خير أنه سيد فنون الدفاع عن النفس، لكنه كان مجرد مسحة لفارس. طب يا شباب، يعني في بقى ايه، في سؤال كده لولبي: هل فعلا في حاجة اسمها طاقة داخلية ولا لأ؟ أنا عايز الكل بقى ايه، يعني يديني آراءه في كومنتات، وبعدين هرد أنا بقى عليكم. تمام؟ يلا بينا نكمل. تخيل فارس أن سيد فنون القتال المزعوم هذا ربما لم يستطع حتى الفوز على جاد. كان مشهد فنون الدفاع عن النفس في الغالب مجرد أداء، ولم تكن هناك معارك حقيقية، لذلك كان كل شيء للعرض فقط. لم يعد الناس يتدربون في تخصص معين، لذلك كان من المستحيل بالتأكيد على أي منهم قتال شخص لديه بالفعل طاقة داخلية. عندما رأى فارس اليشم الذي قطعه عباس بيديه،
كان بإمكانه تقدير مدى قوة عباس حقا. لهذا السبب أيضا استطاع فارس أن يستنتج أن عباس سيكون قادرا على قتل خيري في غضون 3 حركات. بدأ هاتفه يرن، المتصل حديد، أخبره فارس بما سيفعل في تلك الليلة. بعد كل شيء كان فارس التنين العظيم وسلامته كانت الأهم. جاء صوت حديد القلق: أيها السيد الشاب، هل انتهيت من خصمك؟ أومأ فارس: نعم، إنه مجرد فنان قتال لديه طاقة داخلية، لقد قتلته. سأل حديد مرة أخرى: ماذا عن كهف اليشم؟ هل وجدته؟ ما مقدار الطاقة هناك؟ هل يمكن أن يساعدك في تحقيق زراعتك؟ فحص فارس الكهف وكان محبطا بعض الشيء. قال فارس وهز رأسه: لا يبدو الأمر واعدا. لقد ألقيت نظرة للتو، اليشم يستمر لبضعة أمتار فقط. تم امتصاص نصفه بالفعل من قبل عباس. البتة المتبقية بالتأكيد ليست كافية بالنسبة لي. يبدو أنني ما زلت أعتمد على وليمة البحر والسماء القادمة. كانت هناك مسحة من خيبة الأمل في نظرته. يأمل في العثور على منجم يشم ضخم، لكن آماله كانت عالية للغاية. أراد فارس إنهاء المكالمة. حسنا، الآن دعنا لا نتحدث عن هذا الآن. حتى الذبابة. هي حتى الذبابة لحم دي؟ حتى الذبابة لحم. هي الذبابة لحمة؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده الذبابة ده هي شوية دم على على عصيان. ماشي. حتى الذبابة لحم مهما كانت صغيرة. هي حتة لحمة فاسية فسفوسة. سأزرع طاقتي بهدوء هنا لبضعة أيام، وأستفيد من أي طاقة يمكنني الحصول عليها من اليشم. لم يقل حديد أي شيء، وذكره فقط بالاتصال بكاميليا بشأن ذلك حتى لا تقلق. ذهل فارس للحظة قبل أن يهز رأسه ويطلق تنهيدة طويلة. ربما لا تريد سماع صوتي الآن، ربما الأفضل ألا أزعجها في الوقت الحالي. جاءت كلمات كاميليا إلى ذهنه، وضحك فارس على نفسه، ثم قرر عدم التفكير في الأمر بعد الآن. استدار واستند إلى صخور اليشم وجلس القرفساء على الأرض. لم يكن لديه أي فكرة إن الأضواء في فيلة الضواحي الشرقية كانت مضاءة طوال الليل. يطبع الفصل 610. الإخوة الطيبون. كاميليا، ألم يزال يعتذر لك ذلك الأحمق الغبي بعد؟ حالة كاميليا المزاجية سيئة خلال الأيام القليلة الماضية. قالت كارمن لذلك قررت أن تسأل عن ذلك عندما لم يكن هناك أحد آخر في المكتب. هزت كاميليا رأسها وابتسمت بمرارة. لقد مر يومان ولم أراه على الإطلاق. من أين أحصل على اعتذار؟ ماذا؟ لم يعد إلى المنزل منذ يومين. يا إلهي، هذا الشاب لا يعرف حقا ما هو الجيد بالنسبة له. إنه شيء واحد أن تكوني غاضبا. لكنه لم يعد إلى المنزل. كاميليا، عليك أن تستمعي لي. إذا لم يتصل بك فلا تتصلي به أيضا. عندما يتعلق الأمر بشجار بين زوجين فإن أول من يستسلم هو الخاسر. يجب ألا تدعيه يفعل ما يحلو له. طبعا يعني يا رجالة، يعني حاولوا برضو يعني خسروا نفسكم أول بأول كده وخلاص. يعني أول ما تبقى مراتك زعلانة منك، يعني راضيها كده بكلمة حلوة، بقبلة، فاهم انت، بحتة حضن، بشوية كلام حلو. والله بيضحك عليهم بسرعة البنات ديت أصلا، أو الحريم بيضحك عليها بسرعة. فاسمع مني واسمع كلامي، هي دوب بس كلمتين حلوين هوبا الله ضحكة. أو مثلا قول لها على الحاجة اللي هي بتحبها، انت أكلك حلو، ما تعملي كوباية شاي. فانت لو حتى عملت لها أي كوباية شاي، عطيتها حتة وردة، يعني الحاجات الرومانسية ديت بتظبط معاك الدنيا يعني. فيعني بلاش الواحد يبقى مستفز كده ويتنرفز بسرعة ويتعصب بسرعة. يعني الحياة جميلة يعني. ماشي، يلا نكمل. قالت كارمن بغضب عندما سمعت هذا، وبدأت في إعطاء أفكار لكاميليا. طبعا كارمن ديت يعني عايزة تضرب بالنار. استمري في تجاهله. طالما أنه لا يتحدث إليك، تظاهري أنه غير موجود. إذا لم تعلميه درسا جيدا هذه المرة، فلن يتذكر كم كنت غاضبة. قالت كارمن وهي تهز رأسها، كانت مستمتعة إلى حد ما. بجدية، كنا قاسيين بعد الشيء في ذلك اليوم، لكن لو صدق أنه لم يستطع التحمل. إنه مجرد فتى مفلس وليس لديه أي إنجازات، لكن لديه غرور كبير. هذا مضحك حقا أيضا. كيف يمكن لصهر يعيش في المنزل أن يكون متفاخرا بهذا القدر في المقام الأول؟ لا تزال كاميليا تشعر بالإحباط بعد سماع كل هذا. بعد فترة طويلة، نظرت كاميليا فجأة إلى كارمن.
هل تعتقدين أنني وفارس سنكون قادرين على الاستمرار حتى النهاية؟ هل سيقرر التخلي عني بسبب هذه المسألة؟ بدت عيون كاميليا في الاحمرار عندما قالت هذا. كل الخوف والقلق في قلبها خلال الأيام القليلة الماضية انفجر الآن. لقد كانت بالفعل على وشك الانهيار. فوجئت كارمن بهذا السؤال: كاميليا، لماذا تقولين هذا فجأة؟ لا بد إن أسلاف فارس قد راقموا الكثير من الكرم لكي يتمكن من الزواج من امرأة مثلك، ما لم يتم ركل دماغه بواسطة حمار. فلا توجد طريقة ليهجرك. لكن على محمل الجد كاميليا، لطالما شعرت انك وفارس غير مناسبين لبعضكم البعض، خلفيات عائلتكما وانماط حياتكما متباعدة جدا. لقد ولدت في المدينة وكنت ابنة عائلة كارم. عائلة كارم ليست غنية جدا لكنها محترمة. يأتي فارس من الريف ومن أصل متواضع. إن تجاربه ومعرفته بالعالم مختلفة تماما عن معرفتنا. قالت كارمن وهي تتنهد: باختصار أنت وفارس من عالمين مختلفين. والله يا كارمن، يعني هي قالت فعلا يعني الصح، بس المشكلة إن هي بتقلل من فارس. يعني المفروض فارس أصلا أعلى منهم بمراحل. أنت هتعرفوا دوت قدام بقى، يعني قدام خالص كده في الفصول ال800 هتعرفوا الكلام ده. قالت كارمن وهي تتنهد: باختصار أنت وفارس من عالمين مختلفين، ولهذا السبب حاولت دائما أن أخبرك بالانفصال عن فارس، ولكن بعد فترة طويلة يمكنني أن أقول أنك وقعت في حبه حقا، ولا يمكنك تركه بعد الآن. بما أن هذا هو الحال، فعليك أن تمري ببطء بكل هذه الخلافات والمعارك لحل أي خلافات بينكما. السلام على كارمن، يا السلام. لكن كاميليا، هذه المرة يجب ألا تستسلمي. أولا، لقد ذهب فارس بعيدا جدا، لذلك إذا لم يعتذر لا يسمح لك بمسامحته. هل تسمعينني؟ هذا ليس فقط من أجل مصلحتك، ولكن أيضا من أجل فارس، وإلا فقد يواجه مشكلة أكبر في المرة القادمة. أكدت كارمن على هذه النقاط بشكل خاص. أومات كاميليا برأسها. قاموا بترتيب أنفسهما واستمرا في العمل. في مستشفى مدينة نصر الشعبي ظهر كل من حليم وفتحي على كرسيين متحركين، ويتم دفعهما ببطء من قبل دارين وفاطمة خارج المستشفى. تعرض كلاهما لأشد الإصابات بعد تلك المعركة في صالة الألعاب الرياضية، وكسرا عدة عظام. سيستغرق الأمر عدة أشهر للتعافي. حليم، لن أتقبل هذا بصمت. مستحيل. لم أتعرض لمثل هذه الإهانة الشديدة في حياتي كلها. لقد مر يومان منذ ذلك القتال، لكن الغضب في قلب فتحي لم يهدأ، وكراهيته تجاه فارس أصبحت أقوى. بعد كل شيء، كان فتحي ابن عائلة سرية ولم يستطع تقبل تعرضه للضرب من قبل فتاة ريفي. قالت دارين بشراسة: هذا صحيح، لا يمكننا السماح لهذا الأمر بالمرور. لقد ضرب فتحي، ذلك يجب أن نجعله يدفع الثمن. لكن حليم أجابه بمرارة: فتحي، انسى الأمر. فارس لديه قوة لا تصدق، لذلك من الواضح أنه فنان قتالي. علاوة على ذلك، العم خائف جدا منه، وكلانا نبدو هكذا. كيف سنقاتله؟ شعر حليم بالخوف في الداخل عندما فكر في كيف تمكن هذا الرجل من تمزيق صالة الألعاب الرياضية بأكملها في ذلك اليوم. لكن فتحي كان ساخطا. لقد انتزع فارس امرأته وكسر ساقه أيضا. كان لدى فتحي الكثير من العظام ليختارها معه الآن. لم يكن ليترك الأمر يمر. قال فتحي ببرود: هذا صحيح، إننا لا نستطيع محاربته، لكن حليم لا يمكنه هزيمتنا من حيث عائلتنا وخلفيتنا. ذهل حليم بعض الشيء. تقصد أنك تريد الاستفادة من عائلتنا؟ أو ما فتحي برأسه. بدأت نظرة فتحي جليدية، وكان هناك نظرة خبيثة في عينيه. حليم، أتذكر أن والدك قد درب عددا من الحراس الشخصيين، أليس كذلك؟ بعضهم حتى جنود متقاعدين. إذا كان بإمكانك جعلهم يخرجون وتمنحهم بعض الأسلحة، هل تعتقد أن فارس سيكون بإمكانه هزيمتنا؟ رد دارين بسعادة: هذا صحيح حليم، عائلة الفرا هي شركة كبيرة جدا، لذلك من المؤكد أن والدك قد درب مقاتلين ذو مهارات عالية حقا. سيكونون بالتأكيد أقوى من هؤلاء الأثرياء الكسالى في المدرسة.
إذا تورطت وأنا متأكدة من أنك ستجعل هذا الشخص الريفي ينتهي بالأمر بالركوع على الأرض والتوسل من أجل الرحمة. قالت فاطمة بصوت منخفض كما شحب وجهها بعد الاستماع إلى هذه المحادثة: لا أعتقد أنها فكرة جيدة. لا يوجد سبب لإثارة ضجة كبيرة حول هذا الموضوع، أليس كذلك؟ قد تقتل شخصا ما. صاح الضرير بشراسة: ماذا تعرفين؟ هل يمكنك أن تلومين ذلك الفقير يستحق ذلك؟ إذا سمح لفتحي بضربه فلن يحدث أي من هذا، ولكن بدلا من ذلك قام بضرب فتحي وحليم بشدة، لذلك يستحق العقاب. خافت فاطمة للغاية لدرجة أنها أحنت رأسها ولم تجرؤ على إحداث أي ضوضاء. لكن فتحي، ألم تقل أن فارس لديه دعم عائلة صياد؟ إذا تدخلت عائلة صياد، قاطع فتحي عليم على الفور: هذا مستحيل. سأل فتحي: سيتم عقد وليمة البحر والسماء وسيصل السيد شداد قريبا. تركز عائلة صياد على التحضير لهذه الوليمة، لذلك لن يكون لديهم الوقت أو الطاقة للقلق بشأن فارس. إلى جانب ذلك، ما مدى أهمية فارس بالنسبة لهم؟ لا يمكنهم تحمل الخلاف مع عائلة الفرا بسبب شخص ريفي، أليس كذلك؟ ما رأيك يا حليم؟ هل توافقنا أم لا؟ ظل حليم صامتا. استمر فتحي في إقناع حليم: حليم، فكر في ساقك، ثم فكر في الإسدال الذي تلقيناه من ذلك الرجل الريفي والمدرسة. وإذا لم ننتقم لأنفسنا لهذه الإصابة التي عانينا منها، كيف سنواجه الآخرين في المستقبل؟ لقد كسرت أرجلنا من قبل بعض سكان الريف وبقينا صامتين. إذا سمع الآخرون عن هذا فسوف يضحكون علينا. أخيرا صر حليم على أسنانه وقال: حسنا، أنا في الداخل. يجب أن أنتقم لنفسي لإصابة ساقي هذه. كان فتحي في غاية السعادة وضحك بمرح. أخي العزيز، أنا متأكد من أن والدك سيدعم قرارك بالتأكيد. آه طبعا يعني أنا هنزل بقى شوية دولت كده ونكون ريحت شوية وروح منزل الخمسة الباقيين، وهي مسار كده الأحوال كده إيه، هنتن ننزل كده شوية حلوين. تمام. طبعا لو وصل لغاية هنا كده إيه، حاول اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، ويضغط لايك يا جماعة. تمام، وسلام.